يا مساء الأنوار يا أجمل فانز في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. شايفين غدانا النهاردة؟ طبق بيتحدث عن نفسه. شايفين الجمال والألوانات؟ تعالوا بينا كده نشوف بقى نعمل الأكل الجميل ده إزاي. نسمي بالله كده ونشوف المقادير بتاعتنا. معانا هنا جزر مبشور وبقدونس متقطع صغير، وطماطم مكعبات، وبصلاية مبشورة، وفلفل متقطع بردك مكعبات، ومعانا معلقتين من تتبيلة السمك، ومعانا طبعا سمك بلطي مغسول ومتنضف ومصفينه خالص من اي ميه تكون جواه. تعالوا كده نعمل الخلطه بتاعتنا. هنحط كل المكونات دي كلها، الخضار ده كله على بعض، طماطم مع بصل مع جزر مع بقدونس مع الفلفل مع البصلايه المبشوره، واقلب الميكس ده كله كده مع بعض، وهضيف لهم معلقتين التتبيله بتاعت السمك عشان تطعم لي الخلطه بتاعت الشوي. دي كده خلطه الشوي اللي هحشي بيها السمكية عشان تتشوي بيها. تتبيلة السمك دي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في حلقة السمك المقلي. هقلب كله مع بعض. شايفين جمال الالوان؟ طبعا القيمة الغذائية، والسمك المشوي طبعا صحي عن المقلي بكتير. هضيف لها كده شوية من الكمون، على شوية من البهارات بتاعة السمك المشوي، على شوية من الكزبرة. والتتبيلة بتاعة السمك هي متحيقة، فايه الخلطة بتاعتي كده حيقة. هقلب كله مع بعض وابتدي احشي بيها ايه السمكية. شايفين شكلها؟ شايفين الجمال؟ جربوا الخلطة دي كده للسمك المشوي هتعجبكم قوي. معانا كده سمك انا محيقاه، انا يعني انا حاطه التتبيله بتاعت السمك دي في قلبيه، مش خلطه الشوي، لا التتبيله اللي هي الكمون مع الفلفل الاحمر احنا عملناها قبل كده مع بعض. فمتبله السمك معايا، وهنا ابتدي ايه احط الخلطه بتاعت الشوي. اعبي كده قلب السمكية معايا مع رغيفين عيش سخن بقى كده، تقعدي تاكلي في التتبيله دي ما تشبعيش منها. وبحشيها كده من النص زي السندوتش، وادوس عليها جامد عشان الخلطة ايه تثبت جواها. افتح كده بالسكينة واوسع وابتدي احشي. متنسيش طبعا طول ما انتي واقفة تذكري ربنا وتستغفري كتير، تفضلي تصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول ما انتي واقفة كده خشي على الحاجة بحب واستغفري ربنا، وخلي ايه الاكل يطلع معاكي ايه بحب كده ومليان بالاستغفار والدعاء. هاجي بقى في التتبيله دي هقوم مزوداها ميه، اللي فاضت طبعا هقوم مزوداها ميه وشويه من الخل، طبعا سنه من الملح عشان كده بقت دلعه. وهركنها ايه شويه، هحتاج انا الميه دي يعني بعد الشوي هحتاجها. هركنها بالخضار اللي فيها ده شويه، مش هصفيها من الخضار دلوقتي. معانا هنا رده عشان نشوي بيها السمك، واغلف السمكيه كلها كده معايا زي البانيه كده. هملاها بالرده، غلفيها كويس قوي عشان ما تلزقش منك وانت بتشويها. طبعا تكوني منشفاها من اي ميه. ابتدي اضغط بايدي كده عشان تتملي ردة، طبعا الردة للشوي. طبعا انا اسفة عشان النور كان قاطع، فانا اضطريت ان اعمل على الكشاف عشان كنا محتاجين ايه الغدا في ميعاده، فما كانش ينفع استنى. فانا اسفة لو الاضاءة ضعيفة عندكم، سامحوني، هو بس النور قطع معايا وما كنتش اقدر استنى على الغدا اكتر من كده، فابتديت ان انا اقوم اجهز على ايه نور الكشاف. ابتدي اعمل كده السمك معايا. طبعا انا مش عامله ايه كميه السمك بتاعتي كلها، انا عامله 3 سمكات بس عشان في عندنا اللي ما بيحبش المشوي، فانا عملت نصه مقلي وعملت 3 بس مشوي.
شايفين شكله كده لما اتعمل بالردة؟ مليته كله ردة كده عشان لما اجي اشويه ما يلزقش مني في الصينية. عندكم بقى صينية تيفال اي حاجة ما بتلزقش استعملوها، بس انا عشان ما عنديش جبت الصينية الألمونيا دي. هي لونها كده عشان انا مخليها مخصصاها للشوي والحاجات دي. فدهنت منديل فيه معلقة من الزيت او نقطة من الزيت ومسحت بيه الصينية عشان ما يلزقش معايا السمك. انما لو حاجة تيفال او حاجة ما بتلزقش فعادي ما تدهنيهاش اي حاجة وحطي نزلي عليها السمك على طول. انا مسحتها بس كده بمسحة من الزيت. هرص فيها كده السمك واسيبه على النار من غير فرن ومن غير دخان ومن غير اي حاجة خالص. اهم حاجة الصينية عندك تكون نظيفة ومدهونة دهنة صغيرة من الزيت. ولو حاجة تيفال او حاجة ما بتلزقش فعادي ما تستعمليش الزيت خالص. اسيبه على النار وما حركوش خالص عشان ما يتكسرش معايا وتفضل السمكة سليمة زي ما هي. هسيبه لغاية ما القعر بتاعه كده يتحمر زي ما انتوا شايفين كده. اتشوت معايا خالص فابتدي بقى اقلبها للجنب التاني. انما قبل كده محركش ابدا علشان ما يتكسرش مني. شايفين بتطلع بكل سهولة ولا لازقة في الصينية ولا اي حاجة. جنبيها كده حلة رز صيادية. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، عملنا جنبيها عشان طبعا اللي مش عايز يغمس بالعيش الاطفال وكده تاكل الرز، وعاملين جنبها سمك مقلي فناكله بالرز ده. بقى شيلنا الخضار من المية دي اللي قلنا لكم هنركنها على جنب، وبعد ما السمك اتشوى على طول وهو سخن هقوم منزلاه في المية دي بتاعت الخضار، متطعمة من الخضار ومتطعمة من الخل، يبقى مقرمش من بره واخد طعم التتبيلة دي. يبقى طعمه تحفة قوي. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم قوي. بملاه كده من مية الخضار اللي كان معايا بتاع الشوي. ما تخافوش ولا بيطرى ولا الجلدة بتبوش معاكم ولا اي حاجة. بالعكس بتفضل ناشفة من زي ما هي، بس بتبقى طري من جوه كده ما بينشفش ولا بيبقى طري من جوه واخد من طعم التتبيلة دي بيبقى حلو قوي. خلصناه بالشكل ده. شايفين الجمال؟ الخضار بقى اللي كان معايا اللي فايض هرص عليه كده. هرش عليه وارصه على جنب عشان اللي حابب يغمس منه. شايفين الطبق بيتكلم عن نفسه؟ شايفين الجمال؟ والالوانات بتاعته كله قيمة غذائية طبعا. هنا كده السمك المقلي معايا وعملنا جنبيه سلطة خضراء عشان اللي مش حابب ياكل من السلطة دي بتاعت الشوي. طبق رز صيادية. واجمل اكلة في الساعة اللي احنا فيها دي بتدفيكي. جربوا وصفتي وان شاء الله هتعجبكم وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. يا ريت ما تنسوش اللايك وما تنسوش تعملوا اشتراك لو محدش اشترك في القناة وفعلوا زر الجرس واكتبوا لنا تعليق حلو. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.